السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة صلي على الحبيب النبي واذكر الله ويلا بينا. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه استوديو المونديال. وزي ما قلنا قبل كده، لو انت من عشاق كره القدم ومتابع لبطوله كاس العالم وكذلك متابع للارقام والاحصائيات والتحليلات، فانت هنا في مكانك الصحيح. بنتكلم عن بطوله كاس العالم، الحدث الاستثنائي اللي بيتلعب كل 4 سنوات، البطوله اللي بتكون منتظره من الجماهير حوالين العالم كله، البطوله اللي بتضم 48 منتخب وهتتلعب في 3 دول: امريكا، كندا، المكسيك. البطوله الاستثنائيه والمختلفه عن كل البطولات اللي اتلعبت قبل كده، سواء في عدد المنتخبات المشاركه او سواء في كميه المباريات اللي هيتم لعبها. احنا بنتكلم عن 104 مباراه هيتلعبوا في تلك البطوله، بنتكلم في زياده 40 مباراه عن اخر بطوله اتلعبت في قطر عام 2022. بنتكلم ايضا عن منتخبات بتشارك لاول مره في البطوله زي منتخب الاردن ومنتخب راس الاخضر واوزبكستان وكذلك كراسو دي اللي هي يعتبر جزيره او مملكه تبع هولندا، مساحتها 444 كيلومتر وعدد سكانها 150 ألف نسمة فقط لا غير. أيضا في منتخبات كبيرة وقوية غائبة عن كأس العالم. هتقول لي مين المنتخبات دي؟ هقول لك منتخب إيطاليا، المنتخب اللي حصل على بطولة كأس العالم 4 مرات من قبل، آخرهم عام 2006، غايب عن بطولة كأس العالم السنة دي، ودي المرة الثالثة على التوالي بعد ما غاب عن بطولة كأس العالم 2018 و2022. كذلك من المنتخبات القوية اللي غايبة عن بطولة كأس العالم منتخب نيجيريا ومنتخب الكاميرون ومنتخب تشيلي ومنتخب بولندا والدنمارك وكذلك منتخب كوستاريكا اللي كان وصل سيمي فاينال بطولة كأس العالم 2014 اللي اتلعبت في البرازيل. لما نيجي نبص ايضا للمنتخبات الافريقية الاكثر مشاركة في بطولة كأس العالم، هنلاقي ان في منهم منتخبين مش موجودين في البطولة، قلناهم منتخب الكاميرون ومنتخب نيجيريا. منتخب الكاميرون اللي شارك في البطولة 8 مرات ومنتخب نيجيريا اللي شارك في البطولة 6 مرات بالتساوي مع منتخب المغرب ومنتخب تونس، وبيجي من خلفهم المنتخب الجزائري والمنتخب الغاني. كذلك بقى بنتكلم عن نجوم كبار جدا موجودين في بطولة كأس العالم. كأس العالم يعني لعيبة كرة القدم، يعني النجوم، يعني المواهب، يعني افضل اللاعبين واقوى اللاعبين في افضل الدوريات. يمكن كأس العالم السنة دي مختلف عشان في لعيبة خلاص ده اخر كأس عالم ليهم، زي ليونيل ميسي وزي كريستيانو رونالدو وزي هاري كين ومحمد صلاح ونيمار، وفي لعيبة تانية بتثبت ذاتها في بطولة كأس العالم هذه المره وبتحط رجليها وتبتدي تقول ان احنا اساطير، زي كيليان امبابي ولامين يامال وفينيسيو جونيور وجود بيلينجهام. كل دي لعيبه عندها المقدره انها تثبت نفسها وتحط رجليها بشكل كبير جدا في بطوله كاس العالم. لما نبص ايضا للمنتخبات المرشحه للفوز ببطوله كاس العالم، هنلاقي ان في ترسان من المنتخبات مرشحه للفوز بالبطوله، اولهم المنتخب الفرنسي وكذلك المنتخب البرازيلي، المنتخب الارجنتيني، المنتخب البرتغالي، المنتخب الاسباني، المنتخب الانجليزي. ال6 منتخبات دول بشوفهم مرشحين بقوه جدا جدا للفوز ببطوله كاس العالم. وكذلك ايضا في عدد من اللاعبين الاقوياء غايبين عن بطوله كاس العالم، ابرزهم حارس مانشستر سيتي ومنتخب ايطاليا دوناروما ومهاجم برشلونه ليفاندوسكي، كذلك فيكتور اوسيمين المهاجم الافريقي ومهاجم منتخب نيجيريا، وكذلك جافارتسخيليا اللي خد افضل لاعب في بطولة اوروبا هذا الموسم. لما نيجي نبص عن فرص وحظوظ المنتخبات العربية في تلك البطولة، بنشوف ان المنتخبات العربية عندها قائمات قوية وقائمة كويسة تأهلها انها تعمل حاجة في المجموعة اللي بتشارك فيها. زي منتخب المغرب عنده حظوظ وفرص قوية جدا انه يصعد من مجموعة البرازيل، منتخب مصر عنده فرص وحظوظ انه يصعد، كذلك منتخب السعودية ومنتخب الجزائر. كل دي منتخبات عندها قائمة قوية تساعدها انها تصعد للادوار القادمه. بشوف ان الحصان الاسود في البطوله كاس العالم ممكن يكون من نصيب هالاند ورفاقه مع منتخب النرويج. اما في النهايه دي كل دي احصائيات، كل دي ارقام، كل دي توقعات. مستنيين نشوف ارائكم في التعليقات، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كان معكم محمد عماره والى اللقاء.